كنفضح الفساد لانني كنشتغل عند البوليزاريو، كنفضح الفساد لانني بغيت اللجوء. التحاميل وداك القويلبات وداك الشيء، وقلت ليه هكا فازي بارطاج لا فيديو. جيتي سيتي ا ليبوك هادي سيتي سي 2 ans، عطيتو بارطاج لا فيديو ابخي 2 جور درتها بريفي باسكو ولا شاف يوتيوب باللي الناس كيجيو بزاف، كانت تخسر الهضره في لي كومونتير، كانوا دي كومونتير ماشي هما هذوك. كنت فاش انكم عطيكم واحد الوصفه سحريه كيفاش تتكبروا الجهاز التناسلي للرجل مي دغنيغمون قررت باش نكلاشي دنيا باطمه، ما غادي نسبها، ما غادي نعيرها، ما غادي نكلاشي بداكشي اللي تدير. ما قبل ما نبدا الفيديو بغيت نعلمكم بلي هاد الفيديو غير صالحه للجمهور الناشئ اللي عنده قل من 18 عام. فوالا دونك لافيشاج بحال لوريجينال تماما، هذا ماشي بحال اللي كيبيعوه عوازه ولا شي بعد تيبيعوه على اساس لوريجينال، ما تلقاوش كاع في الزنقه ولا لافيشاج بحال لوريجينال تماما. ماشي سياسيه، انا ماشي مناضله، انا فقط صحفيه اللي تتقدم المعلومات. واحد شنو تيقول؟ انا صحفيه، كنت صحفيه في المغرب، وكنت رئيسه تحرير العديد من الجرائد في المغرب، وخرجت كتب من المغرب اللي داروا مبيعات كبيره في المغرب. صاحب السمو الامير فلان فلاني، انا كنعرف واحد كنقول لي صاحب السمو هو الملك ديالنا الملك محمد السادس، وكنعرف غير الله الوطن الملك وكندافع على الملك اللي تيجي وكيسبيو فيه وتيوسخوا الصوره ديالو. في اي دوله كاين واحد المقدسات اللي ما خصناش بلا ما نقولوا كريتيكيو، ما خصناش نعيروهم. كاين من بينهم الملك، من بينهم الدين، ومن بينهم الله. لو غوا الى ما عجبتنا السياسه ديالو نحاولوا نوصلوا الميساج بواحد الطريقه سلميه، ماشي نوصلوا لي كريتيك ولا المعيار خمسه على ابواب ان شاء الله اللي نعنوا الانتصار ديالنا على كورونا في المملكه المغربيه بفضل المجهودات ديال الملك محمد السادس بالشعب المغربي بالحكومه المغربيه. وانتم عارفين الاقاويل اللي طالت على المغرب والذباب الالكتروني شنو قال على المغرب. بلا ما شوفوا الملك محمد السادس شحال دار باش الكمامات يوصلوا هادشي، شحال دار باش الصوره ديال المغرب تبقى طالعه، شحال دار لا الملك لا الحكومه ملكا حكومه وشعبا، شحال درنا باش المغرب تبقى صورته مزيانه. غير الحقيقه، حنا كنقولوا غير الحقيقه. يا جماهير توري على محمد السادس الدكتاتوري. هذه هي المفاجأة، سأصبح معارضة للنظام الإرهابي المغربي. هضروا على الثورة المغربية وإسقاط النظام العلوي الملكي، علاش هذا ما قامتش لحد الآن، وواش يمكن لها تقام، وشنو هي الدوافع اللي يقدر يتقام فيها ثورة مغربية لإسقاط هذا النظام الدكتاتوري. نتوما ماشي ديال الملك محمد السادس، حنا كاملين معارضين لنظام الملك محمد السادس، النظام القمعي الدكتاتوري، هادو كاملين معارضين. واش الملك محمد السادس توفي حقا، خصوصا من بعد ان المخابرات المغربيه فيما كيكثر الهضر على الملك محمد السادس كيخرجوا شي فيديو قديم وتيقولوا هذا هو الظهور الاخير ديال الملك محمد السادس. ان الرئيس عبد المجيد تبون يرفض دعوه المغرب، وباللي حتى هو ما غاديش يجي للمغرب بناء على عده عوامل. دوك ما تنساوش خليوا لي الاراء ديالكم فيما يخص هذه المحاور، تبارطاجيو هذا الفيديو على ابعد نطاق، تبارطاجيوه في واتساب مع العائله ديالكم، تخليو لايك للفيديو، تخليو كومونتير كما قلت لكم، تعبروا على الراي ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه. السلام عليكم، باي باي.